الخبز يا حجاب ربي، قد اكتب سري وتمثال حاله، كل شويه ويتقلص ويصغر يصغر يصغر، لا درجة ما عاد تستشتي بسرب بالعين المجردة. ما هو يابا ما تشيكتب سريع من يعمل. الله الله، ليش من معي وزير الاشغال مش انا داري، بعدها ما راح اليوم مستعجل. بدك داري ان انا منشغل، ابنك مش شو سهل، ابنك مسؤولية. ليش من معي مخترع الذرات. ماشي مخترع القملة. هلك يا فريتوكس، هي يا فريتوكس بس هذه الزرار تمام، هذه 3 مليون عدا ونقدا، وشليت العربية تمام، وصلت للبقالة اديت لنا غدا حبات ولن واحد زبادي كبير واثنين اكياس خبز، هتبقى 50 او 60 الف بزارك شقاك. ما فعل بال50 الف. ما تفعل به بزا اشتري لك بها بفك ولا طرزها ولا جمعت فوقها 50 الف فوق 50 الف فوق 50 الف واشتريت لك واحد بسكوت. ابني تكرس العافية، هاي اللي مكتوبها بزيت العربية وقطبها. 50 الف امانة ما تجي حق واحد لبان اب جلده. يا عم عبد الحميد، اهلا. دي 2 اكياس خبز، واحد زبادي كبير وحبات تونه. على طول. هذا الخبز. ايوه. وهذه التونة وهذا الزبادي. كم حسابي؟ 2,950,000. معدودة مضمون. مضمون جاهز. هذا الكيس. يا ردلي 50 الف. هذا بال50,000. هذه بس. لا بس ما فعل الله. يلا سلم سلم يا عم عبد الحميد. هذا سند ولا ما هو سند؟ ايوه سند. وهذا توقع ابوك ولا لا؟ ايوه توقيع. خلاص يلا دحين حاسبنا قابل الضغط والسكر والقلب. ناي مالك يا حج، هو من الحرارة الزايدة هي فعلت لك الضغط والسكر. خلاص كم عند ابيك؟ عند ابوك 2000. 2000 ريال، وهذا الصياح كله عمد 2000. هذه 2000. وهذا 2000. 2000 انا سلفته ابوك قبل 20 سنه، يعني ذا الحين قيب 12 مليون، مو اجي تدي لي 2000. انت قلت 2000. ايوه ما لا 2000 قبل 20 سنه قيد الحين ب 12 مليون. 12 مليون؟ أه. والله ما بيش معي، انا شغلي في اليوم ب 12 مليون، ادي لك صرفة يوم، لكن اسمع، هذه 2 مليون تمام. أيوة. يعني بما يعادل العشرة الباقي سالي حق وجبة يوم. ما هي ذا الحين معمل بهذا 2 مليون. بالسلف في انت قلت ركابك ومدري ايش. ايوه قابل القلب والسكر وركبي والمفاصل. خلاص بالسلف بفيكس، واحد فيكس ب 2 مليون. فيكس بكم هو؟ ب 2 مليون. 2 مليون؟ أيوة. لا حرام. يلا. الورقه ولا ما تشيش؟ وبتنكع في الدرج ذا خلاص، الان قدرت بتنازل خلاص. يلا مع السلامه. الله معاك. لا بس الاسرع دي حتى المصروف حيخطوا علي يا سيدي. والله مستعجل يعني. ايوه. هو ضروري يعني المصروف. ايوه كان معه اخطا ما بشوف له ريال. خلاص يا ابني ما معي اليوم هذا ادي لك الا اذا. وهذه 500,000. ما بحال بال500 الف. على الباكع. بنقول لك يا ابني بالذات حمد الله مشي بها حالك اليوم. لا بس حبيبي يجي واحد مع 3 مليون 1 مليون، وانا بتجي تديني 500 الف، ما عدتش حق واحد سندويش. يا ابني بنقول لك تحمد الله 500,000 مالها، غيرك ابوك بيدي لها 400,000 300,000. يا ابني هذه 500,000 مشي بها حالك. يا ابو 500 الف يعني ما افعل بها، اشتري واحد سندويش وبايش ماخذ. ايش نغط تكم راسك من هنا ويا تنزل اللقمه. يا ابني بنقول لك بزها 500,000 اليوم هذه مشي بها، نزل لك واحد سندويش، بعدها مع الايام حيجي بالزغط انكم ندي لك 2 مليون 3 مليون، تكون تبزي لك واحد بيف وواحد عصير وواحد سندويش، مشي حالك اليوم. ما بتفرتش لا بهانا انا 500 الف انا 300 الف. ما عاد بيش كلمي 3 مليون وزعتها اديت بكل واحد من اخوانك من 500,000 بالزاهيه. يلا توكل يلا. ما بعد تفاصيل 500 الف. اديها خلص. مشي بها. بنقول لك يا ابني فهم كدي هكذا ما نفعل عملتنا. اوه يا ولد اوه عتقو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش ابصرت المسؤولية؟ عاد اعظم. ايش؟ ولا حاجه. عادكم يا ابني قد الساعة 7 الساعة 7 تعرفنا راقد يا حمر يا ابن الحمر. بس هذا بصرف حقك ال 200. وين ال 500 الف؟ ايش من 500,000؟ ولا حاجه. الحمد لله انه حل. الحمد لله انه حل. ايش من حل؟ لازم تقوم المدرسة. أمان الولد هذا ما هو طبيعي، هذا من عالم آخر.
طبعا الفيديو كوميدي، ونسأل من الله تعالى ألا نوصل إلى هذا الحال، لأن الآن الحال كل شيء في ارتفاع، المواد الغذائية ارتفعت، التجار يرفعوا، هذا يرفع الدنيا. فالألف ريال الآن ما تدفع لكش حاجة تشتري بها من المصاميس. فإحنا فعلنا فيديو تنبؤ، ونسأل من الله تعالى ألا نوصل إلى هذا الحال، وأن تنبؤنا يخيب وكل شيء يتعدل والأوضاع تتحسن. فالفيديو كوميدي، ونسأل من الله تعالى أن يعدل أحوالنا وأن ييسر أمورنا وأن يخارجنا من كل بلاء وغلاء ومن كل هم وغم. وفي نهاية الفيديو افعلوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو يا ولد يا جني، ما هو ما تشتي بالزر 1000 هذه وصير اشتري حبة فاصوليا ب600 روتي. فاصوليا ما اختلفناش، اما الروتي والله ما انصحك. ليش ما تنصحنيش؟ على اساس انها قلت لك تشتري لي دخان ولا تشتري لي ممنوعة. هو غير روتي قلنا اليوم نغير يوميا لقمة، وانت داري بعد لقمة يشتي لها دقيق بر، يشتي لها غاز للتنور. قلنا اليوم نختصر وتشتري روتي، نشتري روتي احنا ولا غاجي. يا اخي برد لك من الروتي، هذا الايام الروتي حالته حاله، كدك تصير تقول لصاحب المخبز ادي لي ب1000 روتي يدي لك 4 ديدان. الروتي سعمه هذا ما تدرى هو روتي ولا مسواك ولا ديدان، يعني كدو حالته حاله ميت. لا تحلق باش مالك، صلي على رسول الله. صح نقد لي من الروتي كثير، لكن عاد انا اتذكر كان الروتي هكذا، يعني روتي لا ربع. الحين قد بتقول ما هو سعمه المسواك يا رجال. انت صاحب المخبز تقول له ادي لي روتي يسكبون هكذا على يدك، تبصر هكذا لا عند الروتي يقولون والله ما هو احنا من صاحب المخبز. انا ما قد بسد روتي في سوء تغذيه وسوء هضم وفقر دم الا الروتي حقنا. الله يسد نفسك، سديت نفسي من الروتي خلاص. صرتي لنا ب600 خبز. عاد الخبز قصة لحاله، تصير تقول له ادي لي خبز يسكبون هكذا لا يدك ساعة الزعقه، ما تبصرهنش يشتي لك لو ما تبصرهن ناظور ولا عدسه، يعني ما عاد تدرى هو خبز ولا فلاس. يعني ما انصحكش تشتري حتى خبز، يعني حتى الخبز مشي وسابر. طيب الفاصولة كيف ناكلها؟ ايش الحل؟ الحل ناكل الفاصوليا بملاعق، ولا نشتري خبز روتي وما بش من الخبر خبر، لا الروتي روتي ولا الخبز خبز. سابر خلاص، برد لك من الروتي والخبز. بس الزلط هذا اشتري لنا فاصوليا. سابر لكن الفاصوليا حمراء ولا بيضاء؟ ادي فاصوليا حمراء. لا ما بش فاصوليا حمراء. ما بش حمراء، ادي فاصوليا بيضاء. لا ما بش فاصوليا بيضاء. علي عدم السوق. ادي فو. لا ما بش فو. والله ما طول شارع. ادي بازاليا. ولا ما بش بزاليا مدي. ادي جدتك. ولا ما بش جدتي. انا شتي ابوك مطرق انا داري. ولا ما بش مطرق. خلص سابر فاصوليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. طبعا بداية الفيديو فعلوا لايك وشاركوا الفيديو. اليوم نتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع الروتي والخبز ومعاناة الشعب اليمني معاهم. الخبز والروتي يا غوالي أصبحوا شيء من الماضي. عتقول لي كيف يعني؟ شاقول لك الروتي والخبز كانوا زمان عايشين معانا بذمة وضمير، يعني كان زمان بحاجة اسمها خبز روتي. أما الآن النسخة اللي متواجدة في السوق نسخة مستضعفة للخبز والروتي. تصير للمخبز ولا للبقالة تشتري لك خبز ولا روتي، تروح بشريط خبز هكذا سعمة شريط البرمو، ولا يدي لك باكت روتي توصل تسكبون ملن يدك سعمة الشقارة. المهم تجي تمسك الروتي بيده وتبصره وهو يصيح لك انا عند الله وعندك لا تاكلنيش، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حرام اننا خازي منك، كان نفسي اوقع روتي لكن الظروف ما سمحت. انا روتي حالي حال نفسي، وانت هذاك الساعة ما تدري تاكله ولا تسجله في الضمان الاجتماعي. بعدها تبصره هكذا روتي ولادي، روتي للعرض فقط ما يدعمش خاصية الاكل، لانك لو اكلت هذاك الساعة عترفع عليك منظمة حقوق الروتي قضية شروع بالأكل لروتي الأحزان. أيوة روتي الأحزان، لأنكم مش عارفين كمية الحزن والألم والمعاناة اللي بيعانيها الروتي في هذه البلاد. ما يدري يلقاها من المخبز اللي خبز وتركت في معاناة مع الأمر الواقع، ولا من حجمها الميني اللي كل يوم هو يصغر لا درجة إنه مهدد بالانقراض، ولا يلقاها من المواطن اليمني اللي بيعيش معه في صراع مستمر. هي سألتكم بالله يا جماعة هذا حجم روتي يخرجوا بين الناس ويبيعوه؟ أمس أنا وأخي كنا عند صاحب معزومين، أكلت لوحدي 17 روتي في أول 5 دقايق، كنت أفعل 5 روتي ونقعوا لقمة واحدة واسكع واكل، يعني كان يدي لنا كل شوية كيس روتي وناكله. اللي بس اطلع عنده بدون متوتر، كان باقي شوية ويدي لنا قلب روتي ويسكب الله عندنا. ولا ما الخبز يا حجاب ربي كده تبصره وتنسى الحالة، كل شوية ويتقلص ويصغر لا درجة ما عاد تسيش تبصر بالعين المجردة. كده توصل له عند صاحب المخبز تقول له ادي لي ب1000 خبز، ما تتأكد من الوسط المشمع إلا لو ما تخرج عدسة ولا ناظور. وفي النهاية نسأل الله أن يعدل أحوالنا وأن يحنن قلوب أصحاب المخابز والمعنيين بحال الشعب.
تخيلوا واحد يشتري الأسرة الروتي ولا خبز، يشتري ب10,000 ب20,000 اليوم. خافوا الله في المواطن. وفي نهاية الفيديو فعلوا لايك وشاركوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.